السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين معايا هنا، احنا كلنا متجمعين وطالعين رحلة. رايحين فين؟ هنروح كلنا كده على بورسعيد. بورسعيد طبعا من المحافظات اللي انا بحبها جدا وبعشقها، لان بحس فيها براحة نفسية وجو كده مش قادرة اوصف لكم. يعني انا بجد ببقى مبسوطة ببورسعيد، بحس انها يعني بتدي طاقة ايجابية. واحلى حاجة بقى في الموضوع ان كانت معانا ست الكل، مامتي، كانت منورانا في اليوم ده، وكان بجد احلى يوم. قضينا يوم حلو، بس كان في نهايته بقى يعني هتشوفوا معايا نهاية الفيديو وايه اللي حصل فيه. هي ما كانش بالنسبة لي، وكان بالنسبة لولو كارثة يعني حصلت في الاخر. فخليكم معايا لاخر الفيديو هتشوفوا حصل في لولو ايه. هنا انا لسه في الطريق، وطبعا قاعده بصور لكم الاجواء في الطريق بتاعنا من دمياط لبورسعيد، واجواء الرحله جوه الاتوبيس. ومعانا طبعا الشباب متعتهم جوه الاتوبيس الاغاني بالصوت العالي والرقص يعني كان يوم حلو وهيصه ولما وتقريبا كل اللي كانوا موجودين من العيله، ما كانش فيهم حد غريب. فكان يوم حلو وتجمع جميل، وبصراحة يعني انا اتبسطت جدا في اليوم ده. وزي ما انتم شايفين كده معانا لولو وجنبها فرح واختي، ومعانا مجموعة من القرايب والحبايب. المجموعة كانت صغيرة بس كان يوم لطيف والله. هتكملوا معايا اليوم ويا رب يعجبكم. خليكم معايا وهتشوفوا احداث اليوم كانت عامله ازاي، ورحنا فين، والاماكن اللي احنا زورناها. ده زيزو ابن اختي، ومعانا طبعا محمد ابني، بس ما كانش باين، كان قاعد ورا خالص في اخر الاتوبيس وانا في اول الاتوبيس، فما كنتش عارفه اجيبه خالص من التليفون من وقفه الشباب والرقص والكلام ده. فكده انا وريت لكم الاجواء في الطريق كانت عامله ازاي. هنكمل بقى مع بعض ونشوف هنروح فين بعد كده. هم يعني زي ما انتم شايفين كده طول الطريق زي بيقضوها بالشكل ده، اغاني عالية ورقص وهيصة بس والله حاجة يعني تفرح. ربنا يفرح الشباب دايما، كلهم طاقة ايجابية وكلهم نشاط ولسه في عز حيويتهم، ربنا يحميهم يا رب. فيعني لازم يخرجوا الطاقة دي زي ما انتم شايفين كده، طاقة حب. كده كنا وصلنا بورسعيد ودخلنا قرية. قرية بصراحة كانت هادية جدا، وكنا طبعا لسه بدري قوي، فكنا احنا اليوم كان يوم الجمعة وكنا لسه بدري على صلاة الجمعة. فقعدنا بقى على البحر كده، فطرنا، قعدنا هنا في الكافيه ده او الكافيتيريا بتاعت القرية. فطرنا الشباب وظبطناهم بقى وكده، وقعدنا قعدة حلوة كده في الهوا. بصراحة الجو كله روعة. المشكلة كلها بس ان كان الجو في اليوم ده حر جدا، ومش عارفة اقول لكم انا كنت بسيح يعني. بس الفرحة كانت منسياني اي حاجة. هنا طلعنا بقى شوية، قربنا على الشط علشان نقعد ونشوف بقى اللي هينزل المية. احنا ما كناش عاملين حسابنا اساسا ان في حد هينزل المية، بس الشباب اتفقوا كده من ورانا، وهتشوفوهم دلوقتي وهما بيتفقوا وقاعدين يظبطوا الدنيا من ورانا كده ان هما هينزلوا المية. احنا هنا لسه على الشط، وقاعده بقى بتكلم انا وماما واختي زي ما انتوا شايفين كده. خبت وشها من الشمس لانها كانت قاعده قبال الشمس على طول، فحاطه الطرح على وشها خايفه تسمر، يعني خايفه على بشرتها وكده. فاحنا قاعدين نضحك عليها انا وماما. هي اختي زي ما انتوا عارفين كده دايما دمها خفيف، وهتشوفوها معايا في بقيه الفيديو. والكومنتات اللي بتطلعها بصراحة بتفطس من الضحك، يعني هتشوفوا معايا الشخصية. وقولوا لها بقى كلمتين من عندكم.
زي ما انتوا شايفين فضلت مغطية وشها كده من الشمس، ومعانا مامتي ربنا يا رب يديها الصحة منورانا، وكانت قاعدة برضو ايه مخلية بالها من الولاد، وخلي بالكم مش عارف ايه يعني يا رب يا ستي ارتاحي، انتي ارتاحي، هما بيلعبوا قدامنا، بس طبعا تعرفين هي دايما بتخاف على احفادها. هنا طبعا الشباب اتجمعوا على ترابيزة تانية بعيدة عننا، واتفقوا كده ان هم ايه اشتروا شرطات من على البلاج، واتفقوا ان هم يروحوا بقى يغيروا في جوه في القرية، وهينزلوا المية. بس والله انا كنت قلقانة عليهم، لان البحر كان كله اناديل، والناس كانت بتطلع اناديل بره على الشط، فانا يعني ايه قلت لهم بلاش وكده. فبس طبعا تقول لي مين هم مصممين ينزلوا، حضروا شرطاتهم كده ونزلوا بقى، وهتشوفوا دلوقتي اختي بتعمل معهم ايه. زياد خش في وسط السفاري. سامعين طبعا عملتهم فريق بكابورتا. مش عارفه اقول لكم ايه والله. ومليكة خايفة تنزل وراهم، فراحت ورجعت في كلامها تاني، وطبعا مالك بدل مليكة ما نزلتش مش هينزل. بعد كده طبعا لقينا احصنة بتتأجر على الكورنيش، فلولو كان نفسها من زمان تركب خيل، فجت لها الفرصة بقى لحد عندها. جت قالت لي يا ماما انا عايزة اركب حصان. انا كنت خايفة عليها لان هي خوافة برضو، بس المرة دي هي مصممة، فقلت لها يلا. طلعت بقى على الحصان زي ما انتم شايفين كده، وخدت لفتها وبقت الفارسة لولو. قعدت بقى ايه يا سلام. خدوا يا هلا بالفارس. وركبنا على الحصان درجن درجن. وطبعا فرح وجنة لسه بيعملوا زي بعض، فهنا برضو فرح قالت لا انا اطلع الحصان، مع انها بتخاف جدا، وكل ما يقرب منها تصوت، كل ما يلف رقبته عليها تقول له بس يا ولا، مش فاهمه ليه. وملك ومليكة دايسين في اي حاجة زي ما انتم شايفين كده، رايحين جري وراهم جايين جري وراهم، فيعني تعب والله. هنا بقى انا بجيب نزلوا المية ونازلين يا عيني بيغرقوا في بعض، والحاجة كل ما اصورها تعمل لنا باي باي، شكرا يا حاجة. هنا الشباب في المية والبنات راكبين الحصانات، بس والله كان يوم حلو، هما كانوا مبسوطين وانا كنت مبسوطة جدا، الجو كان روعة. ما كنتش بصراحة عايزة اغير واطلع برا القرية، بس طبعا كان لسه في اماكن تانية عايزين نشوفها وكده. فالروحة دي مشكلة. اوبا كانت هتقع. هنا بقى انا خدت جولة جوه القرية كده عشان اكتشف برضو المكان، لان انا بصراحة اول مرة ادخل القرية دي. كان معايا محمد ابني طبعا انتوا عارفينه، اخدني كده اتمشينا شوية ولحد ما طلعنا لحد البوابة بقى خرجنا، لان كنا هنطلع عشان نصلي الجمعة. وهنروح زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. احلى حاجة المكان ده عجبني قوي، الشجر والزرع والطريق الحلو ده
حبيت ان انا اصوره قوي، ما عجبني بصراحه، حسيت كده ان انا في فيلم قديم. هو المكان كان روعه بصراحه، ولو كنت قضيت اليوم في كله في المكان ده ما كنتش هزعل يعني. انا كنت نفسي يسيبوني بصراحه وكملوا هما، وانا اقعد هنا قدام البحر والزرع ومامتي معايا، مش عايزه اكتر من كده. هنا خلاص كنا بنتجمع بقى عند البوابة عشان هنطلع مكان تاني، وعشان الشباب بيصلوا الجمعة والكلام ده. دي اختي جاية من ناحية تانية خالص، انا اللي جاية كده من الطريق المعاكس. هنا كنا وصلنا حديقة اسمها حديقة فريالي، حديقة جميلة جدا وكبيرة جدا، وفيها مسجد. طبعا الشباب كلهم دخلوا يصلوا، والحاجة طبعا كلنا صلينا وخرجنا. قعدنا شوية فيها كافيهات، قعدنا شربنا شاي وظبطنا نفسنا شوية. انا عايزة اخد رأيكم بقى في حاجة. انا بصراحة انا اول مرة اعملها بالطريقة دي، وكانت كل شوية تطير على وشي واحس انها مش مظبوطة، بس لما شفت الفيديوهات لقيتها حلوة عليا. لو رأيكم برضه انها حلوة عليا قولوا لي في الكومنتات. يعني انا باخد لفة كده علشان اجيبكم الحديقة من كل الاتجاهات. على قد ما قدرت صورت، بس طبعا انا مش شايفة من الشمس ومش شايفة التليفون اصلا، لان الشاشة في اضاءة الشمس ما بقاش شايفاها، فانا ماشية بصور انا مش شايفة انا ايه وفين بصراحة. وانا بس شفت الفيديوهات دي لما رجعت. هنا برضو جبت الحديقة زي ما انتم شايفين كده، حبيت اوضح لكم شكلها. بصراحة هي التراث بتاعها كان يجنن، وشكلها كان تحفة، وفيها اشجار. بصراحة الوضع يعني الجو كان فيها جميل جدا، بس المشكلة كلها ان الجو حر جدا، وانا كائن ضد الشمس، يعني ما اعرفش اقعد في اماكن الجو فيها حر قوي كده، والشمس كانت فظيعة في اليوم ده، لما يكون كانت قاضية ولا ايه. بس كان يوم حلو. شوفوا جمال الحديقة، جميلة جدا. طبعا ملك وملكة قاعدين يتنططوا حواليا، وهنا لولو حبيبتها كده وهي جايالي، كنت عايزاها تشوف اخوها، فرجعالي بقى كل ما تكتشف ان انا بصورها تروح بعتلي بوست. هنا عدينا في المعدية بتاعت بور فؤاد. طبعا ده عدينا القناة. اللي يعرف بورسعيد ان المعدية دي بتعدينا القناة من بورسعيد لبور فؤاد. بور فؤاد برضه جميلة جدا، وفيها أماكن حلوة قوي للخروج والكافيهات وجناين حلوة قوي. بس أنا يعني يدوب صورت المعدية واحنا جواها والعربيات والبحر كده، يعني ما صورتش جوا بور فؤاد فيديوهات. انا صورت واحنا داخلين واحنا خارجين بس في المعدية. هنا برضو لولو غفلتها كده وهي واقفة بتبص للمية، وطبعا هتشوفوا هي هتعمل نفس الحركة كل ما اصورها تبعت لكم بوس. برضو الطرحة لبخاني مش عارفة ليه، بس عايزاكم برضو تقولوا رأيكم فيها ايه. قولوا له حبيبة قلبي معايا. بورسعيد من المحافظات الجميلة جدا جدا جدا. انا عن نفسي بحب اتفسح في بورسعيد، وجو بورسعيد بتديك طاقة ايجابية زي ما قلت لكم قبل كده. معرفش، انا بحس الناس اللي فيها حتى وشهم بيضحك غير اي محافظة تانية. هنا كنا خلاص في اخر اليوم وبدأنا نتعب بقى، والبنات والشباب بدأوا خلصوا طاقتهم في المكان. هنا معانا الحاجة، دخلنا الملاهي، وكانت الحاجة والله ظلمت معانا اليوم ده، كانت صايمة وفضلت طول اليوم يا عيني من اوله في الحر ده. هو صايمة يا ستي طار اليوم ده مفيش، قالت لا كملت اليوم، ربنا يديها الصحة. هنا فروحة قاعدة ومليكة بتلعب، يعني كله اخد راحته، يعني كله اتبسط، كله كان يوم بالنسبة له تغيير وتجديد. بس في النهاية شكلنا باين عليه التعب، لان احنا اليوم ده صحينا من بدري
قوي. بس هنشوفه بقى دلوقتي لولو. وانا بقول لكم انا عينيا مش قادره افتح، عينيا حمراء ببص في الكاميرا قوي. هنا بقى لولو اختارت اللعبه دي يا جماعه، وانا اقول لها بلاش، تقول لي لا هطلع يا ماما، هتتعبي يا ماما. هي هتسمعوا دلوقتي اللي حصل. تستاهلوا اللي يجرى لكم، تستاهلوا اللي يجرى لكم والله. تستاهلوا اللي يجرى لكم. ايوه شلطهم والنبي. وطبعا شايفين المنظر ده بعد ما نزلت من اللعبه بتاعت هي وفرح، بعد اللعبه اللي اتشقلطوا فيها دي. يعني هم اصلا نازلين والله بجد مغمى عليهم. بس كده خلاص الفيديو خلص.